هل انا كدكتور والبيشنس طلب مني ان هو يبقى ماسك فيس تماما ومحدش يعرف ان هو اذا كان زعلان ولا بيضحك، ان انا اعمله اللي هو عايزه، ولا انا التزم بالنوع الكويس والدوز الكويسه بحيث ان هو ابقى ستيل ماشي على البارامترز ان هو شكله ناتشورال؟ زي ما قلنا في الاول، الدكتور وظيفته انه يعمل كوركشن احيانا للمفاهيم اللي ممكن تكون غلط. يعني انا ما اقدرش اديك دوز ساينتفك غلط عليك، مش هعمل كده. يبقى انا تحولت من دكتور لحد تاني بينفذ كلام البيشنت، ده غلط. وعلى فكره البيشنت بيحصل له اديوكيشن فعلا، ولما بيلاقي النتيجه فعلا مظبوطه ولايقه عليه، بيتعلم ان في المرات الجايه يعمل ده بشكل مظبوط. عشان كده لا، مهم نلتزم بالدوز بتاعتنا، ونفضل دايما نستخدم البرودكتس اللي مش هتعمل مشاكل، لان السيفتي في الاجراءات التجميليه هي رقم 1، وده مهم جدا. يعني نستخلص من هنا ان انا اقدر اعمل بوتوكس من غير ما يحصل لي ستيفنس في وشي، ولا تبقى حواجبي عامله زي الشيطان، ويبقى شكلي ناتشورال عادي جدا، بشرط نوع بوتوكس كويس، دكتور كويس، دوز كمان كويس.